حقك شكله هيرجع يا أحمد يا رفعت، وكله هيتعاقب وهياخد حسابه. حالة من الاطمئنان والأمل انتابت الجميع بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة. صدر توجيه من الرئيس للإفادة بالمعلومات عن موضوع اللاعب أحمد رفعت، وبعد عرض المعلومات وجه بالآتي: أولا، إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن التحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون. ثانيا، التنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد، وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن. وعلق محمد شقيق اللاعب الراحل أحمد رفعت على قرار رئيس السيسي وقال: عاجزين عن الشكر لسيادة الرئيس، وده المتوقع من سيادته لأنه إنسان وقائد عظيم.